يعني الجزئية دي اللي كنت هقول لحضرتك عليها، وهو ان الاخ احمد قبل مداخلة الشيخ احمد الشريف قال ان احنا ليس هناك فرق بين ما يفعله في مساعد الكتاتني وبين ما تفعله مبادرة حزب النور، فانهم تبنوا وجهة نظر من يعني ايه يعني يناوئ الرئاسة من جبهة الإنقاذ. ما هو ده للأسف اللي حاول يعني بعض المشايخ، وحاول ان هو يوهم الناس ان احنا تبنينا كلام ولكن مش فاهمين يعني ايه مبادرة. مبادرة معناها ايه؟ معناها ان انا بقيت زيك، ولا ان انا يعني بطرح ليك حوار بأطرح ونقاط. حل تجتمع عليه الناس، حتى لو كان هذا الحل يعني فيه 50% من اللي انا عايزه و50% من اللي انت عايزه. فما اتهمش بالنفاق ولا بالخيانة ولا وده مطروح على مائدة الحوار، بحيث ان احنا نقبل منه اشياء وندع منه اشياء. فنقول ان ما كناش تبني لفكرهم، والا شوف جريدة الفتح بتبين انهيار انشقاقات في جبهة الانقاذ وانهيارات في جبهة الانقاذ، وكلام واضح بيبين فكرنا ويبين عقيدتنا يعني. ولكن هو كان حل للأزمة، ونفس الكلام دلوقتي. والكتاتني قال في نفس الوقت قال كل الأشياء مفتوحة بلا سقف. بلا سقف. فهو ده نفس الكلام بتاعنا يعني. بالعكس احنا اما نحدد أشياء أكتر ما تقول بلا سقف، لأن بلا سقف دي يعني معناها إن أي حاجة ممكنة، يعني ممكن نتحاور عليها. فليه يتاخد كلامه بحسن نية وليه يتاخد كلامنا بسوء نية؟ يعني مش إنصاف يعني. مش وبعدين اللي بيقولوا ان الحريه والعداله الحزب الحاكم ينبغي الا يعترض عليه. هو ده بقى اللي انا كنت ده كلام اسمه ايه ده؟ الاستاذ عصام عبد الماجد. عصام عبد الماجد. عصام عبد الماجد من ولكن هو الاستاذ طارق الزمر او دكتور طارق الزمر يعني هو المتحدث الرسمي وتكلم كلام في غايه الروعه اليوم. قال ان دي ارتباك في مؤسسه الرئاسه اللي حدث هذا، وهو ما هوش حزب النور، ده حزب تاني مفروض محايد او حزب تاني فصيل تاني موجود في الساحه، له واقعه وله احترامه وله وجهته وله نظرته. وقال ان كان ينبغي ان هم يعني بعد التحقيق يعني يخلوه لو ثبت عليه شيء، ولكن ده ارتباك في مؤسسه الرئاسه. فكان كلام فيه انصاف، جزاه الله خيرا يعني. وبرضه مع عباده حزب النور ما انكرش انا عايز اقول بالطريقه للاستاذ عصام عبد الماجد ان